مصطفى محمد يجي النادي الاهلي ولا ما يجيش؟ هو سؤال بيطرح نفسه على كل جمهور الاهلي، وكل جمهور الاهلي لازم يجاوب على السؤال ده. جمهور الاهلي دلوقتي بقى عنده رفاهية بيختار مين الافضل ومين الاوحش، مين اللي يجي النادي الاهلي ومين اللي ما يجيش. بس انا عايز اقول لك ان الاختيارات هي محدودة جدا جدا جدا. في ناس بتقول ان انا مع مصطفى محمد ان هو يجي، وفي ناس بتقول لا. وانا جاي النهارده اقول لك وجهة نظري، وانت برضو في اخر الفيديو قول لي وجهة نظرك. هنتكلم في الاول عن مصطفى محمد. طبعا احنا عارفين ان هو لعيب كبير جدا ولاعيب دولي وهداف ولاعيب نادي نانت الفرنسي، وهو من افضل الدوريات الخمس الكبرى. عنده 27 سنة وطوله 185 سنتي، وده طبعا طول مميز جدا لمهاجم بيقدر يلعب براسه كويس، بيقدر يلتحم مع الخصم كويس، عنده قوة بدنية، بيلعب برجله كويس. دي كلها مميزات مصطفى محمد، وحاليا هو افضل لاعب في مركزه من المصريين. وطبعا احنا عارفين ان هو محترف في الدوري الفرنسي، ومن الاخر انت مش هتجيب لاعب وتجربه لان هو ده كده جاهز اصلا. غير كده ان مصطفى محمد هو لاعب دولي، لعب لمنتخب مصر 47 مباراة، سجل 13 هدف وصنع 5 اهداف. ومع نانت الفرنسي ساهم في 23 هدف و8 تمريرات حاسمة في 104 مباراة بجميع البطولات. تكتيكيا هو مفيد جدا مع المنتخب من ايام كيروش وفيتوريا، لاعب محطة ولاعب صندوق، ومجهوده البدني كبير جدا، وهداف في الاوقات الصعبة. جمهور الاهلي بيقلق من حاجات معينة، وهو ان هو يقول لك ان هو قليل الادب، وعمل موقفين مع البدري ومع حسام حسن. وانا جاي اقول لك ان قبل كده كان امام عاشور وكهربا عملوا المواقف دي مع نادي الزمالك وجوم الاهلي برضه، وقدر النادي الاهلي ان هو يغيرهم. من الاخر النادي الاهلي ما عندوش رفاهية الاختيار، لان اللي كان في المركز ده كان متسجل مصري وهو وسام ابو علي. ولو اخترت اي لاعب مكانه من الاسماء المرشحه دلوقتي، سواء اسد الحملاوي او ساليتش او اسامه فيصل، هيكون افضلهم برضه مصطفى محمد. وبعد ده كله اتمنى ان انت تقول لي رايك في الكومنتات، والاهم من ده كله انك تخلص الصفقه سواء مصطفى محمد او غيره قبل ما تبيع وسام وتمسك الفلوس، لان ساعتها كله هيطمع فيك زي ما حصل مع برشلونه في نيمار، وعانى بعدها كتير بصفقات كبيره زي كوتينيو وديمبلي، وفي الاخر الاتنين طلعوا حمضانين.